إلا كان عمرك أقل من 20 عام وعندك مشكل الثقة بالنفس، إلا تفرجتي في هذا الفيديو غيكون أحسن حاجة درتي هذا النهار. الحاجة اللي كتخليك صديقي فاشل في علاقتك مع الناس وفي المدرسة وفي حياتك بصفة عامة هو أن الناس ما كتثقش في القدرات ديالك. وهنا جوهر المشكل، لأن بلا الثقة ديال الناس فيك مستحيل دير صحاب ومستحيل دير بلاصتك في هذا المجتمع. وأنا متأكد أنك حاولتي تعالج هذا المشكل لكن باقي الحالة كما هي، ما تغير والو. قريتي كتبات، تفرجتي في دورات، شفتي بزاف ديال لي فيديو لكن والو صديقي. وكتشوف شي وحدين ما داروا حتى الربع من داكشي اللي درتي، ما عندهم لا نيفو لا فلوس لا مؤهلات، ولكن صديقي عندهم القبول والناس كتسمع ليهم وداروا بلاصتهم في هذا المجتمع. هنا صديقي خاصك تعرف ان الطريق اللي كنتي غادي فيها باش تحقق هذا الشيء اللي باغي غالطه وخاصك تبدلها. وفي هذا الفيديو غنعطيك الوصفه اللي ما غتلقاهاش في بلاصه اخرى. ملي كنا باقي كنقراو كان الاستاذ في القسم كيعقل على الاسماء ديال جوج د الاشخاص، داك المجتهد اللي كان كيقرا مزيان وداك المشاغب اللي ديما مبرز الوقت في القسم. هاد جوج د الاشخاص بجوجهم عندهم كاريزما والشخصيه ديالهم مؤثره، فالاول استغلها بشكل ايجابي وحقق بها النجاح، والاخر ما استغلش ديك الكاريزما لكن فرض على الاستاذ يعقل على سميتو صحه. وهنا كنفهموا انه الا عندك كاريزما والشخصيه ديالك قويه راك كتفرض على الناس يسمعوا لك ويتفاعلوا معك وغدير صحاب، وإلا الناس بغاتك وتفاعلت معك اكيد انك غدير بلاصتك. ولكن صديقي السؤال المطروح هو شنو خاصني ندير باش الناس تثق فيا وتفاعل معايا؟ باش تانسبيري الناس وباش الناس يتبعوك ويثيقوا فيك خاصك انت ولا انت تثق في راسك. ولكن شنو هي هذه الثقه اللي ديما الناس مبرصه بها الوقت؟ الثقه صديقي هي واحد الحاجه كتجي من الاعماق ديالك، واحد الحاجه اللي كتكون فيك بدون وعي منك، يعني عندها علاقه مع اللاوعي ديالك وبالتالي ما كتحكمش فيها نهائيا. الثقه كتزرع صديقي بافعال وتصرفات ومواقف، وكيساهم حتى المحيط ديالك والاسره والعائله في الزرع ديال هذه الثقه بالنفس. والثمار ديالها اصدقائي ما كتبانش على مده، يعني ما تقدرش تفيق في الصباح وتقول انا تايق في راسي، او تفرج فيديو واحد وتقول صافي انا تايق في راسي. لا صديقي، الثقه يا اما عندك يا اما ما عندك. وفي هذا الفيديو غنركزوا على الاختيار الثاني اللي ما عندوش، يعني ما تايقش في راسه. واش صافي فات الفوت وينسى شي حاجه سميتها الثقه بالنفس؟ لا صديقي، باقي الوقت، لكن خاصك من دابا تزرعها وتسنى النتائج اللي سبق لينا قلنا انك ما كتحكمش فيهم. والطرق باش تزرع الثقه بالنفس بسيطه صديقي، لكن كيخصها شويه الصبر والاستمراريه. جوج حوايج خاصك تعرفهم وجوج حوايج خاصك ديرهم. الحاجه الاولى اللي خاصك تعرفها وتفهمها، ما تحاولش تعجب الناس. يعني ملي كتلبس او كدير شي حاجه ماشي باش تعجب الناس او الناس يقولوا عليك السيد زوين او باش تسمع الهضره الزوينه من الناس. الطريقه الثانيه، خاصك تعرف انك اقبح خلق الله في الشكل والمظهر وعاجبك راسك بهذه الحاله، واذا قالها لك شي واحد غتكون اصلا عارفها وما غيبقاش فيك الحال. الطريقه الثالثه واللي خاصك ديرها، خاصك كل نهار تهضر مع الناس بزاف وبطبيعه الحال في الواقع ماشي في السوشيال ميديا. انا في البدايه كنت كنخرج للزنقه كنسول الناس على شي بلايص اللي انا عارفهم غير باش نجبد معاهم الهضره. الا مشيت نتسخر كنجبد الهضره مع مول الحانوت، ركب الطاكسي كنسول مول الطاكسي على شي بلايص اللي انا عارفهم، وملي كنكون في الدار كنبقى نهضر معاهم بزاف حتى كيطلبوا مني غير نسكت. وهنا ملي كنسمع كلمات كثيره فيك الهضره كنحس بالنشوه وكنعرف انني حققت هذا الهدف. الحاجه الرابعه واللي خاصك ديرها، خاصك تكون ناجح في شي حاجه، بحال الدراسه، الرياضه، المهم اي حاجه. لحقاش ملي كتكون ناجح في شي حاجه اكيد غيعجبك راسك، وملي يعجبك راسك اكيد غتكون طايق فيه. فبالتالي صديقي قلب على شنو خاصك دير باش يعجبك راسك، لان بعد هذا الاعجاب كتجي الثقه بالنفس، وملي كتجي هذه الثقه بالنفس الناس حتى هي كتثق فيك، وملي الناس كتثق فيك كدير بلاصه في هذا المجتمع. وكخلاصه خاصك تحقق 3 الطرق الاولى وتقاتل ودير المستحيل باش يعجبك راسك باش تحقق الطريقه الرابعه. وهنيئا لك صديقي، راك تايق في راسك وانت في البدايه ديال النجاح. هذه تجربه شخصيه ديالي يا صديقي، شاركتها معاك. نتمنى تكون الرساله وصلت. وصلنا لنهايه الفيديو، هلوسه خفيفه. طه الله صديقي.